بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين اليوم الدين. النهاردة يا جماعة معانا شوية عملات من التذكارية اللي هي طبعا ال50 قرش اللي احنا قلنا عليها، اللي يعني فيه منها الصك بتاعها بيبقى قليل زي طريق الكباش مثلا، وفي طبعا الصكوك التانية اللي بيبقى فيها بعض الغلطات، اللي هي مدينة العالمين الجديدة بالنسبة للأبراج اللي احنا قلنا عليها الست شبابيك اللي في البرجين اللي موجودين دول. طبعا العملات دي طبعا دلوقتي متوفرة وكتير واخدين حضراتكم. طبعا موجودة طبعا ليها أماكن بيع كتير طبعا، بس مش هي دي دلوقتي، لكن احنا بنجيب لكم بعض العملات اللي هي الصك بتاعها قليل زي ما دار الكتب والوثائق المصرية دي. دار الكتب والوثائق المصرية دي الصك بتاعها قليل، وطبعا لازم نعين منها شوية كويسين منها واخدين حضراتكم. طبعا الحاجات دي بتتباع اللي هي العملات القديمة شوية. هنقول لكم أماكن وبيع العملات ديت، اللي هي طبعا في عملات طبعا نادرة جدا، مثل طبعا زي العملات الورقية الجماليني والجنيه بتعمل فلوس كتير جدا جدا، والنص جنيه طبعا الورقة والربع جنيه. العملات دي طبعا كان بقالها كتير اللي هي بتعمل فلوس، اللي هي بتبقى شحيحة جدا جدا، زي مثلا ايه الدولة المصرية في ال5 قروش اللي هي المصرية الورقية. طبعا ال5 قروش اللي مكتوب عليها الدولة المصرية ديت يعني ما فيش طباعة منها كتير خالص بالمرة يعني. وهنقول لكم طبعا على أماكن اللي هي بتتباع فيها الحاجات دي طبعا من خلال الفيديو بتاعنا ده. الأماكن دي يا جماعة بتبقى في وسط القاهرة، في شارع عبد الخالق ثروت وشارع شريف، وطبعا المنطقة اللي هي ما بين شارع شريف وعبد الخالق ثروت بيبقى فيها برضو ناس بتبيع وتشتري في العملات اللي هي القديمة. وبرضه ممكن في عملات جديدة الصك بتاعها قليل بتتباع دلوقتي ب2 جنيه ب3 جنيه ب4 جنيه كده، في الحدود دي 5 جنيه ماشي واخدين حضراتكم. المهم طبعا في برضه في اسكندرية في خالد بن الوليد ومحطة الرمل اللهم صل على النبي وسوق الجمعة، كل الأماكن دي بيبقى فيها بيع وشراء العملات اللي احنا بنقول عليها دي. طبعا في وسط القاهرة نسيت أقول لكم منطقة الحسين وخان الخليلي، وفي شارع عبد الخالق ثروت قلناه، وفي دمياط سوق الحمام طبعا معروف، وفي المنصورة وفي المنوفية وفي أسيوط سوهاج طنطا والمحلة. كل الأماكن دي بتباع فيها العملات اللي حضراتكم بنقول عليها دي. طبعا في عملات الصك بتاعها عليها زي ما قلنا اللي هي دار الكتب والوثائق المصرية بالنسبة للجنيه وبالنسبة للنص جنيه. طبعا في عملات من الجنيهات يعني ما فيش صك منها من نص جنيه، وبنحاول ان احنا نعرف هل في صك ليها من نص جنيه ولا لا، وان شاء الله نعطر فيها ونقول لكم برضو اذا كان ليها صك نص جنيه ولا ملهاش صك نص جنيه زي بقية العملات اللي هي معمولة الحديثة دي كلها. وما تنسوناش باللايك وتفعيل زر الجرس بالكل والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.